يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر. وسيلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر يوم السبت القادم 26 نوفمبر في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد برج العرب. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر. وسيغيب البرتغالي فيريرا عن قيادة الفريق في مباراة المصري القادمة بعد سفره إلى بلاده في أجازة صغيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته، وسيتولى الجهاز المساعد إدارة المباراة. وتأكد جاهزية مصطفى شلبي لاعب الفريق من الناحية الطبية للمباريات القادمة بعد شفائه من إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة، ومشاركته في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية. وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة أحمد فتوح في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به، كما واصل ثنائي الفريق محمد عبد الغني وإبراهيم ندي أداء برنامجهم التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية. وسيغيب سيف الجزيري عن المباراة القادمة للزمالك لمشاركته مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر. وقرر فيريرا استبعاد سامسون إكينيولا من المباريات القادمة للفريق بسبب تأخره عن العودة من بلاده وعدم الانتظام في تدريبات الفريق حتى الآن، بجانب توقيع غرامة مالية عليه.